السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الوحدة الثانية جغرافيا الثالثة إعدادي. طبعا هي موجود فيها 5 دول، كل محافظة عندنا بتختار 3 من ال5. عندنا في محافظة الشرقية احنا مختارين 3 دول: الهند، نيجيريا، ألمانيا. طيب دلوقتي إن شاء الله احنا هنبدأ بالهند، ومعانا على طول الموقع الفلكي بتاع الهند. احنا عارفين ان احنا عندنا نوعين من الموقع: موقع فلكي وموقع جغرافي. بالنسبة للموقع الفلكي للهند، هي موجودة ما بين دائرة عرض 8 شمالا ل 35 شمالا. بص حضرتك كده معايا، ادي هنا اللون الاحمر ده 8 شمالا، دي بدايتها من تحت لحد 35 درجة شمالا. يبقى الهند بتقع بين دائرتي عرض 8 شمالا ل 35 شمالا، وبين خطي طول 68 شرقا لحد 97 شرقا. يبقى كده الهند كلها في نصف الكرة الشمالي فوق دائرة الاستواء، كمان كلها في نصف الكرة الشرقي من 8 شمالا ل 35 شمالا، من خط طول 68 شرقا ل 97 شرقا. اتفقنا؟ هنعيد تاني الموقع الفلكي: من 8 شمالا ل 35 شمالا، ومن خط طول 68 ل 97 شرقا. طب نروح بقى الموقع الجغرافي. في شمالها الصين، نيبال، بوتان. ادي 3 دول: الصين، نيبال، بوتان. شمالها الشرقي ميانمار. شمالها الشرق الغربي دولة باكستان. الشرق والجنوب الشرقي خليج البنغال. الغرب والجنوب الغربي البحر العربي. كمان مرة الموقع الجغرافي: في الشمال الصين، نيبال، بوتان. الشمال الشرقي ميانمار. الشمال الغربي باكستان. الشرق والجنوب الشرقي خليج البنغال. الغرب والجنوب الغربي البحر العربي. طيب لو بصينا كمان على خريطة الهند، هنلاقي ان الهند بتحاط بالمية من 3 جهات. ادي جهة، 2، 3. يبقى كده الهند جزيرة ولا شبه جزيرة؟ لا، شبه جزيرة، لأن المياه حواليها من 3 جهات. اتفقنا؟ يبقى الهند عبارة عن شبه جزيرة تحاط بالمياه من جميع الجهات عدا جهة الشمال. عدا جهة الشمال. الهند في الأشكال الهندسية، ترى هي على الخريطة كده شكلها دايرة ولا مربع ولا مثلث؟ لا، هي شكلها أقرب إلى المثلث، ورأس المثلث موجود عندي في الجنوب. لو ركزنا هنلاقي في دولة هنا اسمها بنجلاديش. بنجلاديش بتقع معظمها داخل حدود الهند، يعني ادي جزء من الهند وادي الهند، وبنجلاديش راشقة في النص هنا. يبقى الدولة اللي بتقع معظمها داخل حدود الهند هي دولة بنجلاديش. بالنسبة لمساحة الهند، مساحة الهند 3.2 مليون كيلومتر مربع، يعني تقريبا قد مساحة مصر 3 مرات. 3.2 مليون كيلومتر مربع. طيب ايه الظاهرات التضاريسية اللي موجودة في الهند؟ نبدأ بالجبال. عندنا هنا حضارات جبال الهيمالايا زي ما احنا شايفين، ادي جزء منها، ادي جزء، ادي الثالث، ادي الرابع. دي اسمها جبال الهيمالايا. طيب في جبال تحت هنا اسمها الغات الشرقية. الغات الشرقية. الناحية التانية هتزعل؟ لا ما تزعليش، في جبال الغات الغربية. يبقى عندنا كده 3 جبال: هيمالايا، الغات الشرقية، جبال الغات الغربية. يبقى احنا كده خلصنا الجبال اللي في الهند. نيجي بقى للهضاب. عندنا هضبة شهيرة هنا اسمها هضبة الدكر، اخدناها في الترم الأول. الهضبة دي عبارة عن شكل مثلث بتجري فيها أنهار زي ما حضرتك شايف، هضبة الدكر. طيب نيجي من السهول الفيضية، وما دام هكلمك على السهول الفيضية يعني اللي بتجري فيها الأنهار، عندنا هنا في الشمال الشرقي نهر الجنج. نهر الجنج. عندنا تحت خالص في الجنوب نهر كوفري. يبقى عندنا نهرين كبار: نهر الجنج ونهر كوفري. طب السهول الساحلية يعني اللي بتمتد على سواحل البحار والمحيطات، احنا عندنا هنا خليج البنغال، هنلاقي ساحل هنا في الشرق اسمه ساحل كورومندل. في الغرب على البحر العربي ساحل ملبار. يبقى عندنا ساحل كورومندل شرقا على خليج البنغال، وساحل ملبار غربا على البحر العربي. طيب بالنسبة للمناخ في الهند، طبعا الهند متوسط درجة الحرارة فيها 30 درجة مئوية، يعني الجو يعتبر حار متوسط 30. الحرارة بتقل كلما اتجهنا شمالا. طب ليه الحرارة بتقل كلما اتجهنا شمالا؟ هي مش عندنا بس نعرفها، لأن كل ما بتجي شمالا أنا ببعد عن دائرة الإيه؟ الاستواء. ضيفي على كده كمان عامل الارتفاع عشان جبال الهيمالايا موجودة في الشمال، يبقى عندنا الحرارة بتقل كلما اتجهنا ناحية الشمال. طيب بالنسبة للمطر، الهند بتتعرض لأمطار موسمية صيفية غزيرة. أمطار موسمية صيفية غزيرة في الجنوب، وبتقل كلما اتجهنا شمال. يبقى معظم أمطار الهند في فصل الصيف. فصل إيه؟ الصيف، بسبب الرياح الموسمية الصيفية. كده أنا قلت لك إن الحرارة قلت شمالا والمطر كمان قلت شمالا. يبقى عندنا حاجتين بيقلوا في الشمال: الحرارة والأمطار بتقل كلما اتجهنا شمالا. طب بالنسبة للنباتات الطبيعية في الهند فيها نوعين من النباتات الطبيعية: فيها غابات موسمية وفيها حشائش قصيرة. غابات موسمية وحشائش ايه؟ قصيرة. الغابات الموسمية موجودة في السواحل الشرقية والسواحل الغربية، على السواحل الشرقية وعلى السواحل الغربية. الحشائش القصيرة بتنمو على هضبة الدجل.
طيب ننقل بقى لجزئيه جديده، السكان في الهند. سكان الهند تاني دولة في عدد السكان على مستوى العالم كله. أكبر دولة الصين، تاني دولة الهند. في دراسة زمان عملوا عدد سكان الهند 1.3 مليار، يعني 1300 مليون بني آدم عايشين في الهند. عدد مهول. يبقى الهند خدت المركز الكام في عدد السكان؟ تاني بعد الصين. طبعا الهند كده بتعاني من مشكلة الزيادة السكانية. طب حلت المشكلة دي ازاي؟ عن طريق سياسات تنموية، اهتمت بالتعليم والبحث العلمي. اهتمت بايه؟ التعليم والبحث العلمي. انا بكلمك على عدد سكان كبير وبنحل المشكله، تقول لي اهتمام بالتعليم والبحث العلمي، هيعمل لي ايه التعليم في عدد السكان؟ اقول لك ما احنا لما اهتمينا بالتعليم اتطورت معاها الزراعه والصناعه. يبقى نتائج اهتمام الهند بالتعليم تطوير الزراعه وتطوير الايه؟ الصناعه. برضو ايه مشكلته بالسكان؟ اقول لك يا باشا لما هنطور الزراعه والصناعه معناه ان احنا هنوفر فرص عمل، هنزود الدخل، يبقى حضرتك كده بتحل مشكله بطاله، بتحل مشكله زياده عدد الايه؟ السكان. يبقى ازاي الهند قدرت تتغلب على مشكله السكان؟ اهتمت بالتعليم والبحث الايه؟ العلمي. طب ايه النتائج؟ ادى ذلك الى تطوير الزراعه والصناعه. معظم سكان الهند بيتركزوا على السهول الساحليه والفيضيه. سهول ساحليه وسهول ايه؟ فيضيه. ساحليه يعني على البحار والخليجان والمحيطات. طيب وسهول فيضيه يعني اللي كونتها الايه؟ الانهار. طب ليه؟ بما تفسر. قال لك حيث المدن الكبرى، اهم مدن موجوده هنا نيودلهي العاصمه بتاعت الهند، ومدينه بومبي اللي بتعتبر عاصمه تجاريه. خلاص، يبقى المدن الكبرى زي نيودلهي ومومباي. نيجي بقى الموارد الاقتصاديه في الهند. الحقيقه ان الهند غنيه جدا، فيها ثروات معدنيه وفيها زراعيه وفيها خامات وفيها ثروه حيوانيه ضخمه. طب ايه النتائج المترتبه على تنوع الموارد الاقتصاديه في الهند؟ قال لك تنوع الانشطه الاقتصاديه. تنوع الانشطه. طيب هنعيد السؤال بشكل جديد. بما تفسر تنوع الانشطه الاقتصاديه في الهند؟ بسبب توافر الموارد الاقتصاديه الضخمه في الهند. توافر الموارد الاقتصاديه ضخمه فين؟ في الهند. طب نبدا بالزراعه. الهند حقيقه فيها مساحات واسعه جدا من الزراعه، فيها اراضي زراعيه ضخمه. والهند في الزراعه محظوظه. ليه؟ بتزرع على ميه المطر وبتزرع على ميه الانهار. احنا هنا في مصر ما عندناش غير ميه نهر الايه؟ النيل بس. هناك في الهند عندهم حاجتين، مطر وانهار. يقدر يزرع على المطر اللي بينزل في الصيف، ويقدر يزرع كمان على ميه الانهار زي نهر الجنج او نهر كوفي. الهند احنا فاكرين من الدرس الاول انها الاولى او الثانيه في محاصيل كتيره جدا، من اكبر الدول في انتاج محاصيل. من اهم المحاصيل اللي بتشتهر بيها الهند المحاصيل الحبوب الغذائيه زي القمح، محاصيل السكريه زي قصب السكر، محاصيل نسيجيه زي القطن. عندنا كمان محاصيل زيتيه. محاصيل ايه؟ زيتيه، وهي بتشتهر بالحبوب والمحاصيل السكريه والمحاصيل النسيجيه والحبوب الايه؟ الزيتيه. واحنا فاكرين كده لو تفتكر كنا قلنا الهند كانت تاني دوله في العالم في انتاج القطن، صح؟ وتاني دوله في انتاج الايه؟ القمح. طيب نيجي بقى للثروه الحيوانيه. الهند بتمتلك ثروه حيوانيه ضخمه. طيب ليه؟ قال لك بسبب اتساع مساحه المراعي، كثره المراعي، فيها حشائش كتير جدا. ولو افتكرت من شويه انا لسه قايل ان الحشائش القصيره موجوده على هضبه الدجله، ولذلك هي غنيه بالثروه الحيوانيه. عندها ابقار. اكبر دوله في العالم في عدد الابقار، عندها 220 مليون راس من الابقار. 220 مليون بقره موجوده في الهند. طب ليه يا مستر عدد التضخم؟ قال لك لان هم في الهند الديانه الهندوسيه بتحرم ذبح الابقار. محدش بياكل لحم البقر ولا حد يقدر يذبح البقر، بيقدسوه هناك. يبقى عندها كم راس من الابقار؟ 220 مليون راس. عندها كمان اعداد كبيره من الجاموس والاغنام. الثروه السمكيه، الهند لها سواحل طويله على خليج البنغال وعلى البحر العربي. بالنسبة للثروات المعدنية اللي موجودة في الهند، عندها كمية وفرة من الحديد. وطبعا الحديد الهند كانت من تاني دول العالم تقريبا، او من الدول المتقدمة في انتاج الحديد. طيب هي مش تاني دولة، تاني دولة استراليا، لكن الهند كانت من اولى الدول المنتجة فين؟ للحديد. نيجي للفحم. الهند ثالث دولة في انتاج الفحم. يعني عندنا اول دولة في الفحم كانت الصين، تاني دولة الولايات المتحدة الأمريكية، تالت دولة في العالم الهند. والفحم معظمه بيستخرج من هضبة الدجلة، من هضبة الدجلة. والفحم هو أساس صناعة الحديد والصلب هناك. يبقى الفحم أساس صناعة إيه؟ الحديد والصلب، وبيستخرج من هضبة الدجلة. الطاقة النووية والكهربائية لجأت إليها الهند بسبب افتقارها في البترول ومصادر الطاقة الأخرى. ما عندهاش بترول كفاية ولا مصادر طاقة تانية، فما حطتش إيديها على خدها، لا ده شغالة طاقة نووية وطاقة كهربائية. يبقى بما تفسر لجوء الهند للطاقة النووية والطاقة الكهربائية أو بسبب افتقارها للبترول ومصادر الطاقة الأخرى. طب الصناعة، قال لك الصناعة تطورت بشكل مذهل، قفزت قفزات سريعة في الهند. طب ليه؟ بما تفسر تطور الصناعة في الهند؟ قال لك واحد، توافر مقومات الصناعة، فيها كل مقومات الايه؟ الصناعة. الهند موجود فيها كل مقومات الصناعة الطبيعية والبشرية.
طب نمرة 2 اهتموا بالتعليم والبحث الايه؟ العلمي. يبقى عندك حاجتين خلوا الصناعة تتطور في الهند. واحد، وجود مقومات الصناعة. 2 الاهتمام بالتعليم والبحث الايه؟ العلمي. ايه اهم الصناعات في الهند؟ عد معايا بقى. الحديد والصلب، احنا قلنا ايه؟ الحديد والصلب على الفحم. صناعة السيارات، صناعة الكترونيات، صناعة آلات، منسوجات، صناعات غذائية، واخيرا صناعات كيماوية. نعيد تاني اهم الصناعات في الهند: الحديد والصلب، سيارات، الكترونيات، آلات، منسوجات، صناعات غذائية، صناعات كيماوية. نيجي بقى لجزئية مهمة جدا وهي أهم المدن في الهند. عايزك تركز معايا. عندنا خريطة الهند هنا بتوضح أهم المدن. طبعا أول مدينة معانا مدينة نيو دلهي، موجودة أهي في شمال الهند. المدينة دي العاصمة السياسية. يبقى إيه هي عاصمة الهند؟ هقول له مدينة نيو دلهي. نيو بالإنجليزي يعني جديد، دلهي الجديدة. نيو دلهي العاصمة السياسية بتشتهر بثلاث حاجات: وجود جامعات، وجود مراكز صناعية، وجود معالم تاريخية. يبقى العاصمة السياسية هي مدينة نيو دلهي اللي بتشتهر بوجود الجامعات، وجود مراكز صناعية، وجود معالم تاريخية. بتفكرنا بمدينة القاهرة، برضو فيها ثلاث حاجات. القاهرة فيها جامعات وفيها مراكز صناعية وفيها المعالم التاريخية المهمة. يبقى عندك نيو دلهي عاصمة سياسية، فيها جامعات، فيها مراكز صناعية، فيها معالم تاريخية، موجودة هنا على الخريطة. المدينة الثانية هي مدينة حيدر أباد. المدينة دي موجودة على هضبة الدجل، من أكبر مراكز الصناعات اليدوية. كمان واضح من الاسم إن فيها مراكز إسلامية. حيدر أباد موجودة على هضبة الدجل، مراكز الصناعات اليدوية، بها مراكز إسلامية. المدينة الثالثة هنا على ساحل البحر العربي مدينة مومباي. مدينة مومباي، وهي عشان على الساحل فهي تعتبر العاصمة التجارية. العاصمة التجارية وفي نفس الوقت أكبر الموانئ. أكبر يا جماعة الموانئ. يبقى مدينة مومباي العاصمة التجارية وأكبر الموانئ، وكمان من أكبر المدن الصناعية في الهند. يعني لو قلنا نيو دلهي بتساوي في مصر القاهرة، يبقى مومباي بتساوي مدينة الإسكندرية في مصر. تتميز تاني مومباي بأنها العاصمة التجارية، أهم مدن الساحل الغربي، فيها أكبر الموانئ وأكبر المدن الصناعية في الهند. يبقى الثلاث مدن اللي احنا شرحناهم: نيو دلهي العاصمة، حيدر أباد، مدينة مومباي. طبعا في مدن تانية لكن مش موجودة على الشرح: كولكاتا نعرف مكانها على الخريطة، أحمد أباد، مدينة بنجالور، مدينة شناي. طبعا بالنسبة للجزر عندنا هنا جزيرة سيلانا اللي كانت نفى ليها أحمد عرابي، وهنا جزيرة نيكوبار. نعرف أماكنهم. صحيح هم مش موجودين في الشرح لكن لازم نعرف أماكنهم عشان ممكن تجيلي على الخريطة. نيجي بقى للعلاقات المصرية الهندية. الحقيقة إن في علاقات كتير على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. مش بس علاقات سياسية، لا، علاقات اقتصادية وثقافية وعلمية. طب احنا بنصدر ايه للهند وبنستورد منهم ايه؟ احنا بنصدر لهم قطن، بنصدر لهم فوسفات، بنصدر لهم أسمدة خام ومصنعة، بنصدر لهم جلود. هنعيد تاني الصادرات اللي احنا بنبيعها للهند بنصدرها للهند. عندنا القطن، فوسفات، أسمدة خام ومصنعة، وجلود. طب بنستورد منهم ايه؟ احنا بنشتري منهم ايه؟ بنشتري منهم غزل القطن، بنشتري السمسم، بنشتري الشاي، بنشتري توابل، بنشتري قطع وسائل غيار النقل. خلاص؟ قطع غيار وسائل النقل. هنعيد تاني: بنصدر للهند قطن، فوسفات، أسمدة خام ومصنعة، وجلود. بنستورد منهم غزل القطن، السمسم، الشاي، التوابل اللي بتشتهر بها الهند، قطع غيار وسائل النقل. وبكده الحمد لله انتهى درس الهند، وبالتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.